جاهز الضيف حتى ناخذه؟ طيب قبل يومين انتشر على منصات التواصل الاجتماعي فيل وأرنب باللون الأخضر أثار عاصفة من الانتقادات في منصات التواصل الاجتماعي في محافظة كربلاء المقدسة. ذن النصبين قالوا أنه هن رمز للبشاعة مثل سالفة الأسد إذا تتذكروها. بعد ما تم مراجعة الموضوع تبين أنه ذني جزء من أعمال بلدية كربلاء قام بهن أحد الفنانين العاملين طبعا ضمن نظام الأجور في بلدية كربلاء، وهي مساهمة من عنده. واتضح أنه هذا الفنان هو يعني فنان عنده أعمال رائعة، ولكن هذه الأعمال هي بسيطة قياسا ب يعني مستوى الإنتاج أو الصرف الخاص بها. خلونا نشاهد بالبداية ذن الصور اللي على ضوءها صار الكثير من الأحاديث في منصات التواصل الاجتماعي. الصور طبعا كانت حاضرة بالجزرات الوسطية وأيضا ب يعني الحدائق العامة. هذه الصور للأرنب يعني صارت عندنا انتقادات، وقال لك شنو هذا الدوب والفيل وذني في محافظة كربلاء، وعلى ضوء طبعا كانت هناك سلسلة من الانتقادات لبلدية كربلاء وأيضا للناس اللي اشتغلوا. لكن مثل ما أكدنا تبين أنه هذه الأعمال هي للرسام هارون. المفروض طبعا قالوا أنه يكون دعم لهذا الشاب لأنه أعماله هي تطوعية، وهو الرجل يعني خريج فنون جميلة وتشكيلي ويعمل بالبلدية لأجل هذه الأعمال. إبراهيم المالك يقول رغم بساطتها وبجهد ذاتي من المواطن لكنها حلوة، رغم أنه طبعا يعني كثير انتقدوها. مع هذا طبعا شاهدون إذن هذه الصور ل يعني قصة الفيل والأرنب اللي شغلا مواقع التواصل الاجتماعي وجرى الحديث عنهن بشكل طبعا متكرر. هذه توضيحات إذن كانت حاضرة من بعض المدونين وبعض الصفحات، وأهمها طبعا صفحة بلدية كربلاء. عن هذا الموضوع ينضم إلي الآن الفنان اللي اشتغل ذن الأعمال وعلى ضوءه طبعا صارت الضجة من محافظة كربلاء المقدسة، الفنان التشكيلي والنحات هارون رياض. مساء الخير هارون إذا كنت تسمعني. مساء الخير عليكم وعلى الشعب العراقي. حياك الله هارون. اولا طبعا نحييك على جهدك الكبير واعمالك اللي بعدين اتضح انه انت فنان وعندك تفاصيل ثانيه، لكن شنو قصه ذن الرسومات او العفو ذن الاعمال والنصب اللي شفناهن بمحافظه كربلاء، ويعني شلون سويتهن؟ شنو كانت البدايه لهذا الموضوع؟ اولا شكرا جزيلا لكلامك الجميل استاذ. اما مجموعه الاعمال انه الرسومات والاعمال كانت المنحوتات كانت بس الصوت ده يتكرر عندي. الصوت ده يتكرر عندي. طيب شباب حلوا له مساله الصوت، لكن انت اكمل هارون اكمل كلامك. بالنسبة للمنحوتات أنا يعني مو لوحدي، أنا عندي صديقي وزميلي علاء. طبعا هو الولد موظف في بلدية كربلاء منذ يعني 13 عام. الولد يعني يعرف في مجال المنحوتات الديكورات الحدائق البسيطة. طبعا وجودي يعني إلى جنبه كان إضافة لبلدية كربلاء وإضافة لمسة إلي وإله، وبالتالي إحنا عملنا واحد وشغلنا واحد هو لخدمة مدينة كربلاء. هذا الشيء أنا لازم أنوه عليه. إنه الفيل صار بجزء كبير العمل صار العلاء، واجيت أنا ضفت عليه لمسات أخيرا لأن الولد تمرض وأخذ إجازة. أما الأرنب فهو إلي بالكامل حتى لا تكون أكو تلابس بالموضوع إنه مو أنا أنسب الأعمال كلها إلي. أما شغلي بمدينة مديرية بلدية كربلاء إنه أنا خريج كلية فنون جميلة قسم تشكيلي نحت ورسم. أنا اجيت لمدينة كربلاء اتصلوا شافوني على قناة الMBC مهندس حسنين واستاذ حسن رئيس مسؤول قسم الحدائق والمتنزهات، شافوني على قناة الMBC، وكانت امنياتي انه اقدم شيء لمحافظتي، انه ابني
ولو شيء بسيط من المجسمات للمحافظه بمدينتي اخليها. فاتصلوا بي قالوا انه تعال انه تخدم محافظتك، تقدر تتطوع بهذا الشيء. قلت لهم اكيد انا موجود، واجيت. وطبعا انا صار لي اقل الشهر انه اداوم ببلديه كربلاء بصفه فني. زين، اداوم بالبلديه. هارون انت شفت ردود الافعال عن هذين العملين في منصات التواصل. اتهموا يعني قالوا انه ذني بشعات وبالتالي ما بهن اي لمسه فنيه، في حين اتضح انه انتم فنانين وعندكم اعمال. انا هسه راح اعرض الاعمال الخاصه بيك، لكن قبل هذا شلون تعاملتوا مع الحمله اللي كانت ضد هذه الاعمال؟ طبعا احنا يعني بشكل طبيعي وضحنا المعطيات للموضوع. قلنا انه هاي الاعمال من مواد مكرره، انه هو مجرد حديد وثيل اصطناعي. ولا ننسى انه انا اقدر، وزميلي كذلك، انه انا اقدر اقدم شيء اجمل وشيء اقوى، بس احنا يعني انحصرنا بوقت ضيق جدا على مود ننتج شيء. لذلك انا يعني كموظف اولي لازم انه تثبت نفسك، انه انت اجيت وتشتغل بشكل سريع وتقدم انتاج للمحافظه وللبلديه. فاحنا يعني انحصرنا بوقت ضيق، بالاضافه الى هاي المواد تطوعيه، يعني مواد مكرره مثل الثيل وغيرها، نعيد تصنيعها باللحيم حتى انه ننتج شيء. لين تعرف انه انت الموازنه والامور الماليه تتطلب يعني وقت. لذلك صحيح. احنا بهذا الموجود حبينا انه نقدم هاي الاعمال. جيد. طيب لذلك انه طلعت خلينا نشاهد اعمالك الاخرى، يعني الاعمال الثانيه. انت فضلا عن كونك نحات ايضا يمكن رسام وعندك يعني مواهب فنيه اخرى. شباب اذا ينطونا نعم. الاعمال الثانيه لهارون اللي طبعا بيها لمسه فنيه واحترافيه واضحه، وطبعا يعني تبين انه بالفعل اكو لون من الفن. وبالتالي هذه الاعمال اللي اشار لها هارون هي اعمال ربما بيها صارت انتقادات، لكن هو عنده اعمال غير هذه. لو نشاهدهن شباب، عندنا لوب طبعا خاص بهذا الموضوع وسلسله من الصور الاحترافيه. نوه على موضوع. طيب نعم هارون اسمعك. استاذ انه انا عندي لوحه اعلنت عنها سابقا على قناه العراقيه بلقاء سابق، انه هي الاولى من نوعها عالميا. يعني انه هاي اللوحه ما موجود منها بالعالم، انه هذا الاسلوب للرسم وهاي الدقه وهاي التكنيك انه مستحيل انه تلقى منها عالميا. بكل وسائل التواصل، بكل وسائل البحث الصوري، ما تلقى عالميا لاي فنان. هذا شيء اقدمه واهديه البلدي والمحافظتي، انه احنا قد نقدر نقدم شيء، انه العراق موجود، العراق يقدم، والشاب العراقي يقدم. انا يعني صحيح. وجودي بالبلديه كربلاء ما صار له اقل الشهر، يعني انا حتى راتب شهر اول ما مستلم، بس حاولت انه اقدم كل اوقاتي، كل شغلي هو كان هديه، كان وقت زايد حتى اقدم في شيء يذكر للبلديه، للمديريه، احنا الان بسباق زمني مع العالم، لازم انه ننتج، لازم نبين انه الشاب العراقي موجود، انه الشباب، وهاي ثورتنا الشبابيه، لازم انه تبين، لازم انه نبرزها اكثر. لذلك هاي الاعمال هاي مجرد شيء اولي. انا اذا يعني انا اقول هذا الكلام، اذا تقدمت لي المعونه الماليه من قبل البلديه، وهم يعني يشكر مدير البلديه قدم هذا الشيء وبلش بهذا المشروع وياي، ووفر لي ورشه، وان شاء الله راح ابلش انه مجسمات عملاقه تنتج الى مدينه كربلاء. يعني العمل اللي كان يكلف الدوله 40 مليون حيكلف الدوله 4 ملايين، يعني راح اشيل صفر من كل رقم. بس المواد، العمل راح يكون علي تطوعي، مجرد راتب يكفيني انا وعائلتي، وهو راتبي حاليا 400,000 دينار. احنا من هذا المنطلق اكيد هارون، وهذا انا اعتبره كذلك تطوعي، لان تمنينا ان تكون ويانا، وبالتالي يعني
نبين أنه عندنا شباب يجب أن يدعمون. صح يجوز بعض الأعمال تنتشر بمواقع التواصل الاجتماعي يصير حولها جدل أو يصير حولها الكثير من الأحاديث، مع هذا أكو شباب بصراحة عندهم الكثير من الطاقات والمواهب. من كربلاء المقدسة هارون رياض النحات والتشكيلي، شكرا جزيلا لك، كنت معي أكيد لتتحدث عن هذا الموضوع المهم. كلمة أخيرة راح أترك لك بها المجال حتى تحكيها هارون. مدينتك وبلادك تستحق تقدم لها كل شيء يذكر، بدل ما تنتقد وتنتقد أعمال الناس وتستهزئ بها. حاول تقدم شيء لمدينتك، أي شيء، حتى لو تنظف لك شارع، تصبغ لك رصيف، قدم شيء لمحافظتك، جمل بلديتك، جمل محافظتك. يعني هاي رسالتي، والكل، وأتمنى من الكل أن لا يدفنوا موهبة أبنائهم، أنه يساعدون بتطورها. شكرا لك أكيد هارون رياض من كربلاء المقدسة، كنت معي تحدث عن هذا الموضوع وشفتوا الطاقة الكبيرة اللي عند هارون. حتى يعني بصراحة البارحة لما اتصلت به ودز لي الكثير من أعماله الاحترافية المهمة. أحيانا يكون أكو جلد بالتواصل الاجتماعي دون معرفة الخلفيات والكيفيات. هو العمل أوكي بمشاكل، لكن هذا باكورة أولية. شفتوه حتى راتب يعني ما شهر أول صار له أيام بالبلدية واشتغل هذا الشغل، وبالتالي ممكن بالمستقبل نشوف أعمال مهمة.